لو انت خايف على رزقك وقلقان، تعالى لما اطمنك بحاجات بسيطة جدا. يا جماعة، كل خناقاتنا بخصوص الرزق. فلو انت عرفت مبادئ ومفاهيم واساسيات الرزق اللي ربنا حاططها في الارض، هترتاح وتهدى، وهنقلل الصراعات اللي ما بيننا شوية. يا جماعة، اول حاجة لازم نفهمها كلنا، الرزاق هو ربنا. ربنا هو اللي بيرزق. كل اللي بيحصل في الدنيا ده مجرد اسباب. شغلك مجرد اسباب، تجارتك مجرد اسباب، قدراتك ومهاراتك وعلاقاتك مجرد أسباب. الرزق مكتوب، يعني ده معناه ما نسعاش، لا نسعى ونجتهد وتعمل اللي عليك. لأن أنت مش عارف رزقك، بس خليك فاهم إن رزقك عارفك. والله لو رزقك محطوط في ميدان عام فيه مليون نصاب ونشال، محدش هيعرف ياخده. لأن ربنا هو اللي كاتب الرزق وهو اللي رزقك. حاجة تانية مهمة لازم تعرفها، إن الرزق مش فلوس بس. فلو سمحتوا لما نقعد نقارن مع بعض، وده غلط على فكرة، ما تبصش لفلان عربيته ايه وشقته ايه وتايتله ايه ومرتبه ايه وفلوسه في البنك ايه وأراضيه ايه. بص لفلان ده، أصله ايه، فصله ايه، أخلاقه ايه، الناس بتحبه ولا لأ، صحته عاملة ايه. الرزق كل حاجة بتنفع البني آدم، فخدها باكج على بعضها. حسيت إن فلوسه أكتر، شوف أنت عندك إيه أكتر. وعلى فكرة وارد كتير إن اللي فلوسه أكتر منك ده ممكن يكون بيحسدك. تالت حاجة ودي مهمة جدا، لا حيلة في الرزق. يعني اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لم تحوش. يعني إيه؟ يعني كل الشقلبة اللي أنت بتعملها دي مش هتزود رزقك. رزقك مكتوب من قديم الأزل، ربنا كاتبه من قبل ما أنت تتولد. ربنا عمره ما هيخلق كائن مش كاتب له رزقه. ربنا ده حكيم. امال انت اللي بيحصل عندك ايه بس؟ البركة في الرزق. البركة في الرزق دي هي يا اما تخلي الرزق ده يكفيك ويفيض، يا اما ربنا ينزع البركة من الرزق بتاعك ده ويبقى ملوش اي لازمة وتحسه قليل. والله لو كنت عندك منجم الماظ. يبقى رضا ربنا هو البركة في الرزق. كل اللي احنا طالبينه البركة في الرزق. بركة في الرزق ان ربنا يوفقك كده ويرزقك من حلال، تتحرر حلال في الرزق. القرش اللي داخل جيبي ده حلال ولا حرام؟ هصرفه في حلال ولا حرام؟ بدي الناس حقوقها ولا لأ؟ باكل حقوق الناس؟ يعني شوف اسلوب حياتك كده، ده يخلي عندك بركة في الرزق ولا لأ؟ الاهم من ده كله ان محدش بياخد رزق حد. ودي نقطة الحيوانات في الكون عارفاها. عيب أوي الحيوانات تبقى عارفاها، وانت يا انسان يا خليفة الارض مش عارفها بالعقل اللي جوه دماغك ده. محدش بياخد رزق حد. ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. فما تقعدش تندم على حاجة راحت منك لانها مش رزقك، وما تقلقش من اللي جاي لانه مكتوب لك. اتمنى الخير لغيرك. النعمة اللي راحت لغيرك دي ما كانتش جاية لك ولا بتتاخد من رصيدك. يا جماعة، ربنا ولله المثل الأعلى مش حاطط بادجت للأرض كده وبيتقسم حسب الشطارة. لا، لا، اللي راح لفلان ده رزق فلان مش رزقك. اه، تاخد حقك، واللي ظلمك تسعى وراه وتجيب حقك و بس اللي ما جالكش ده مش رزقك. فإنك تتمنى الخير للناس مش هياخد من رزقك. ان انت تمنع رزق عن ناس او تكون سبب في قطع رزق ناس، انت مجرد سبب. ربنا حطك سبب، يا تاخد عليه ذنب وانك تحاول تأذي الناس، يا تاخد عليه حسنة وربنا يبارك لك. ربنا كده كده هيرزق البني ادم ده بيك، من غيرك هو هيرزقه. فتحب تبقى شريك في البركة ولا لا؟ فلا انت هتعرف تقطع رزق حد، ولا الرزق اللي راح لغيرك هيزود رزقك، ولا حقدك على غيرك هيزود رزقك. فلو سمحتوا نهدى ونبطل ننفسن على بعض. انا كلامي ده والله والله لو ريح بني ادم واحد انا هبقى مرتاح. فاتمنى يوصل لعدد كبير من الناس، علشان يا جماعة نهدى
ونبطّل توتُّر وقلق وكورتيزول ونفسَنة وأسافين وأذية لبعض وخوف من المستقبل ونفوق لحياتنا كده ورمضان كريم، رمضان داخل علينا وصباح السعادة.